بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل القرنبيط، ودي المقادير. أول حاجة عندنا قرنبيطة متوسطة، هنبتدي نقطعها، نطلع الورد بتاعها، هنبتدي نقطعها وبعدين نطلع وردة وردة لوحديها. عندنا مية مغلية هنحط فيها معلقة كمون، وبعدين هنبتدي ننزل القرنبيط، هيتسلق حوالي ربع ساعة. وفي الخلاط عندنا الطماطم هنحط عليها الصلصة والملح وكل البهارات بتاعتنا اللي في المقادير، وهنضربها كويس في الخلاط، وبعدين هننزل عليهم بالدقيق ونكمل ضرب لغاية ما يعمل زي عجينة متماسكة شوية زي ما انتوا شايفين. وبعدين عندنا بقدونس مفروم متقطع صغير مع توم مفروم، حوالي 3 فصوص توم، هنقلبهم. وبعدين عندنا بيض، ممكن بيضتين 3 على حسب الرغبة، اي حاجة تحبوها. هنخلطها بالخلطة كويس، الخلطة بتاعتنا، ونقلب كويس. وبعدين بعد ما نصفينا القرنبيط من المية بتاعته وطلعناه من الحلة، هنبتدي ننزله فيها في الخلطة ونقلب كويس. وبعدين عندنا بقسماط رشين عليه كمون وملح وشطة وفلفل، هنقلبه كويس. وفي زيت غزير يكون سخن كويس هننزل بالقرنبيط واحدة واحدة، هياخد حوالي 5 6 دقايق على النار بس في الزيت. هنقليه على كل جنب كويس لغاية ما ياخد اللون الذهبي بتاعنا الجميل، ونحط الكمية كلها. وده في النهاية شكله، ويا رب يكون عجبكم. ومزيد من الفيديوهات على مطبخ السعادة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة، وبمزيد من الأكلات الجميلة والشهية على مطبخ السعادة.